هتعملي بقى احلى فايش محلات في قناة ام ياسين على قد الايد. مقادير سهلة وبسيطة ومن غير اي تكلفة، والتخمير والتحمير هقولكوا عليه ازاي تعملوه، والتقطيع كمان والسوا والتحميص بتاع الفايش بتاعنا. وما تنسوش دعموا القناة باللايك دلوقتي، حطوه دلوقتي ودعموني واكتبولي، واشكركم جدا على دعمكم ليا. ودلوقتي هنشوف مقاديرنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي يا جماعة احنا جبنا المقادير الأولى بتاعتنا، كيلو دقيق وكوباية مية علشان الخميرة، ومعلقة كركم وربع معلقة ملح. اللي احنا المقادير بتاعتنا دي بسيطة جدا وموجودة في كل بيت، وهتقومي تعمليه دلوقتي علشان مش محتاجة ان انت تنزلي. وكمان لينا كوباية الا ربع زيت. كوباية الا ربع زيت دي ممكن تحطي فيها سمنة، ممكن تضيف عليها زيت، ممكن تعمليها بالسمنة بس، ممكن تعمليها بالزيت بس، زي ما انت عايزة. الكوباية اللي ربع زيت دي ان شاء الله هتكون كافية بإذن الله لعمايل الكيلو الفايش. والكوباية دلوقتي هنعملها دافية علشان نحط فيها الخميرة. ادام بنعمله في الشتاء لازم تكون دافية، ولو في الصيف المية عادية. ماشي يا جماعة. ودلوقتي يا جماعة هنحط ظرف الخميرة بتاعتنا في المية، وهنحضر 4 معالق سكر. 4 معالق سكر كبار كده زي معلقة الأكل، وهنحطهم على الخميرة. وكل ده هندوبه مع بعض، وهنضيف عليها معلقة الكركم. معلقة الكركم بتاعتنا لازم نضيفها في المية بتاعة الخميرة، علشان لو حطيناها على الدقيق دايت كده هيبقى الدقيق ملطش. الدقيق لو حطيت الكركم على الدقيق هيبقى ملطش، هيبقى حتة وحتة. اما لو حطيتيه في المية هيوصل كله للدقيق بتاعنا. هنقعد نقلب كده لحد ما ندوب السكر خالص، هو والخميرة والكركم. عندك سن الزعفران، عندك ما عندكيش خلاص هنعمله النهارده بالكركم، ونبقى نعملكم بعد كده نجربه بالزعفران. هنحط ربع معلقه الملح على الدقيق، وهنقلب كده يا جماعه. هندخل الدقيق كله في الملح بتاعنا. هنجيب الكيلو الكوبايه الا ربع الزيت، قلتلكوا الزيت تمام، سمنة تمام، كوباية زيت على سمنة. اوكي، دخلنا بقى الزيت كله في الدقيق كده، هنبسه كده زي ما احنا بنقول. هنقعد رايحين جايين كده فيه. وبعد كده هناخد بقى الطبق بتاعنا اللي احنا عملنا فيه الكركم مع الخميرة مع السكر. تمام. هي الكوباية المية دي مش كافية خالص لكيلو الدقيق. كيلو الدقيق بياخد 3 كوبايات مية. تمام. احنا حطينا كوباية واحدة في الخميرة، يبقى عايز كوبايتين كمان. حطينا كوباية بس يا جماعة، برضو على حسب الدقيق بتاعكم، مشوا واحدة واحدة علشان ما تسحش منكم. احنا حطينا كوبايتين دلوقتي، وهنشوف العجينة بتاعتنا. هي كده كده عايزة كوباية تانية، بس انا بقول انا الدقيق بتاعي ده سايب من المحل او من السوبر ماركت العادي، مش مكيس. ممكن المكيس يعمل لك ياخد مية اقل. تمام، ياخد مية كتير. على حسب الدقيق بتاعك تمشي في 3 كوباية دي، تمشي واحدة واحدة، علشان ممكن تاخدي نص كوباية، تاخدي كوباية، على حسب. تمام. هنعجن بقى يا جماعة كويس جدا. لو عندك عجان تمام هياخد 10 دقايق ربع ساعة كده معاكي، وبرضه في ايديكي ياخد ربع ساعة 10 دقايق. تمام. هنعجن كويس جدا لحد ما نلم العجينة بتاعتنا. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، زي ما انتوا شايفينها، ولونها جميل جدا. تمام. احنا بنحط الزعفران عشان يعزز اللون او يخليه زي بتاع المحلات بالظبط. اما احنا ما عندناش النهارده، تمام، مفيش مشاكل خالص. المهم ان احنا نعجنها كويس جدا، نشيلها على رخامه علشان نعجن كويس اوي. وانا عايزاكم تعجنوها كويس جدا علشان تبقى طريه معاكم، وتبقى ما شاء الله لما كده وحلوه. هنفردها بقى يا جماعة كده عشان نريحها. قبل ما نريحها يا جماعة نقطعها على حسب الكيلو بتاعك. عايزاه 4 حتت 5 حتت. تمام. تمام. احنا قطعناها 5 حتت كده.
ولسه يا جماعة لما هترتاح كده، لما هترتاح التشققات اللي فيها والحاجات اللي فيها دي كلها هتضيع. هنسيبها بقى ترتاح شوية يا جماعة كده ونغطيها. عايزين نعملها مدور تمام، عايزين نعملها مستطيل عشان احنا في في الفيش بتاعنا عايزين العجينة مستطيلة او مربعة. تمام، مش عايزينها مدورة عشان لما نلف الرول بتاعها ما تبقاش حتة اطول من حتة في الايه، في السيكل او الدايرة بتاعتنا. دلوقتي احنا هنعملها ايه، مربع او مستطيل. احنا كده كده احنا بنريحها الاول، بس هنعملها على هيئة المستطيل وبعد كده هنغطيها ونريح. تمام يا جماعة. اهم حاجة العجن بتاعها يا جماعة علشان تبقى حلوة وطرية في ايديكم. ما شاء الله 3 كوبايات خلوها زي الفل ما شاء الله، مش محتاجة تاني. دلوقتي بقى يا جماعة احنا ريحناها ورجعنا لكم تاني ما شاء الله. بص العجينة لانت في ايدينا زي الفل. دلوقتي بقى وسعنا الرخامة بتاعتنا وايه السطح بتاعنا وهنجيب الفرادة بتاعتنا وهنقعد نفرد بيها على هيئة مستطيل او مربع. تمام. انا مش مسرعة الفيديو يا جماعة علشان تشوفوا كل حاجة في الفرد بتاعنا، ازاي بنفرده وازاي بنعمل كل حاجة قدامكم. تمام. بصوا يا جماعة عشان انا حطيت هنا البقعة الصفرة دي حبيت اوريها لكم. لو حطيتيها على العجين بس، بصوا العجين هنا بيبقى ايه، اكنه مبطع حته صفرة زي ما انا وريتها لكم كده. بص احنا عملناها مستطيل وفردناها كويس جدا يا جماعه، وخلينا يا دوبك ارتفاع صغير بس، ولفيناها على هيئه رول كده. وهنقفل كويس جدا جدا اخر العجين بتاعنا وهنعمله اسطوانة كده يا جماعة. هنجيب الصينية بتاعتنا يا جماعة ايه مدهونة حبة زيت كده في الأرضية علشان ما يلزقش فيها. تمام. برضه انا عملتها مرة تانية من غير زيت ما لزقتش الحمد لله، بس انا دهنت الصينية بتاعتنا حبة زيت صغيرين وحطيت الرول بتاعنا في الصينية. احنا هنكمل بقى باقي المجموعة بتاعتنا دي يا جماعة زي ما انتوا شايفين، وهوريها لكم ايه مع بعض كده. ده الصينية التالتة، الرول التالت والرول الرابع والرول الخامس. اهو يا جماعة خلصنا كل العجينة بتاعتنا كده ما شاء الله. وايه هنسيبها تخمر بقى يا جماعة. الخميرة بتاعتنا التخمير خد 3 ساعات، حطاه في الفرن الكبير من غير ما اولع عليه ومن غير اي حاجه. احنا عشان الجو ساقع جدا التخمير خد وقت علشان نحطه كده بقى في الفرن الكبير بتاعنا او في الفرن الصغير بتاعك. شوف الصينيه بتاعتك او حطيه في اوضه دافيه وغطيه بمشمع كده او كيسه من فوق، وبعد كده حطي عليها الغطا بتاعك زي ما انت عايزه. احنا حطيته في الفرن يا دوبك ومن غير ما اولعه خالص، وحطيته وخمر ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بعد 3 ساعات بالظبط. ودلوقتي دخلناه للسوا ما شاء الله. السوا بتاعنا من فوق ومن تحت قبل ما يدخل، وبعد كده قفلت من فوق وخليت السوا من اللي تحت بس في الفرن. تمام. وهي قطعته قدامكم يا جماعه. بص ما شاء الله بيطلع طري وناعم جميل جدا. والتقطيع بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بصوا اكنكم لسه جايبينه من محل، بس ده طري والتاني بقى هنشوف التنشيف ازاي. احنا هنجيب التقطيع اللي احنا قطعناه كده، وهنجيب الشبكة بتاعة الفرن الكبير بتاعنا. لو عندك ميكرو فرن كهربا تمام، جيب الشبكة بتاعته وحطي عليه الفايش بتاعك. ما عندكيش الفرن الكبير تمام، اهو التقطيع ما شاء الله. وجينا بالفايش الناشف بتاعنا اهو يا جماعة. يا دوبك خد دقيقتين، كل شوية ابص عليه طالع داخل، لازم وتقفي عليه علشان ما يتحمرش من تحت ومن فوق. بصوا التحمير بتاعه ما شاء الله، وناشف وهش وجميل وزي العسل. لو طلع طري معاكي شوية ما تقلقيش،
خليه شوية في الهواء او حطيه على الشبكة بتاعتك وخليه وممكن لو لقيتيه طاية تاني ممكن تحطيه في الفرن حبة كمان وبعد كده تطلعيه. وده اخرة الفيديو بتاعنا، وما تنسوش دعموا قناة أم ياسين على قد الإيد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم.